الشهداء في جميع رحلته المباركة لم يتأخر يوم قط عن العبادة. فلذا ساعة ما وصل إليه جيش الحر كانت وقت استراحة ووقت صلاة. كان حامل زاده معه، لكن الحظ إلى الأطراف المقابلة ماي الشرب ما عندهم فضلا عن صلاة، ماي الشرب ما عندهم. فلذا أول ما أقبلوا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورأى منهم ذاك الحال من شدة العطش بادرهم بالماء، شربوا منه. حضر وقت الصلاة قدم إليهم ماء للطهور، ثم التفت قائلا: يا حر، أتصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. فصلوا بصلاة الحسين. حان وقت الرحيل. في وقت الرحيل جاءت الأوامر للحر بأن يعارض الحسين صلوات الله عليه وأن ينزله بواد على غير ماء ولا كلاء. الله أكبر. تحرك ظعن الحسين فعارضهم الحر، فالتفت إليه غريب كربلاء حينما سمع ضجة النساء وبكائهم وقال: ثكلتك أمك يا حر، لقد أرعت بنات الرسالة. فقال: ما عسى أن أقول وأمك فاطمة الزهراء. فصار يعارض الحسين في طريقه. فالتفت غريب كربلاء: أصحابي، من منكم يدرك طريقا على غير الجادة؟ فقال الطرماح: أنا سيدي. فقال: إذن تقدم. قال: أنا أتقدم لكن عندي طلب. وإيش طلبك؟ قال: طلبي إني أمسك زمام ناقة زينب. قالوا: طلبك هذا صعب، زمام ناقة زينب بيد العباس، لكن احنا نأذن لك انك تمسك فاضل الزمام. ويلا أمسك بفاضل زمام ناقة زينب وصار يحدو: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر، وهكذا حتى توقف جواد الحسين. أصحابي، اعطوني جواد ثاني، هذا الجواد مو راضي يتحرك. جابوا له ثاني، إلى رواية تقول قدموا له 7. الله، قضاء تكويني أن يقف ذاك الجواد. خب الحسين مو عارف. التفت إلى أصحابه يسألهم سؤال المتيقن: أصحابي، ما تسمى هذه الأرض؟ قالوا: يا أبو علي، هذه يسموها الغاضريات. قالوا: ولها اسم ثاني؟ قالوا: تسمى العقل. ولها اسم ثالث؟ قالوا: تسمى نينوى. اسم رابع؟ قالوا: تسمى الغاضريات. خامس؟ قالوا: تسمى كربلاء. صح كان هذه
كربلاء بشرب بلايا نزلوا ترى لاحت علامات المنايا. شلون يا ابو علي؟ قال لازم بجانب هالنهر نقضي ضمايا فوق الثرى وغسلنا من سافل تراب. هذا مجال خيولنا وهذا الشريعة فوق الشريعة ينجد الحامل وديعة. عباس اخويا وانظر جفوفه قطيع ألا من مناد وحسينا ومظلوما أرباب العزاء أنزلوا النساء والأطفال فأقبلت الجيوش وملأت وادي كربلاء. فالأذنى طلعت زينب زينب زينب. ما خليكوا يا سيد عبد الحسين الشرع بشوفك تتحمل يولا. يقول زينب لفت يم حسين لكن قابعة بالهام تقل يا ضو عيوني علي من هز الملتام. تعنت ليه للخيمة تفت الصخر ونتها قامت قعدت قبالها وعلى الخد تهل دمعتها تقل عليك ظل عمك المحزونة ومصيبتها. سولف لي يا ماي العين علي من هز المصابين لا تخفي علي حسين. ترى عجل خيل وغباره وادي كربلاء غير. اسمع اسمع اسمع. أويلي من سمعها حسين هلت دمعة عيونه وقالها خوف اسولف لك ووجهك ينخطف لونه. ذبحي وذبح اهل بيتي هذا القوم يردونه ولازم ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني يا زينب لا تنوحيني وعينك على يتامى النار لو شبت بالمخيم. اصرخ وحسينا. صاحت الكاب تبك يا حسين من الناس جاوله قال لها يا ماي العين كلها قفت علينا صاحت حمل ضعونك وسدر للوطن بينا يقلها ما يخلوني أغذ للوطن بضعوني هم نيتهم يذبحوني ولازم ما تشوفيني وجروحي تنزف دماء. صاحت يذبحوك يا ابو علي بعد فصل لي منه يذبحوا وياك قال لك برع الترب ممدود لازم عينك تشوفه
جاسم عالثرى مخضب بدال العرس والحوفة. بعد 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 وكفيلك عالنهر نايم ويمه مقطع جفوفه. يمه رايته وجوده وعيله بسغم مبروده. يا ويل على زنوده يا خيام مدد مقطع بقتراه وجسمه من الدمى مخذب. الله يجابر قلبك. اعرف هالبيت ما بتتحمله، بس ان شاء الله حاجاتك مقضية. حضر حاجتك، هذا البيت اقال اهل الحاجات. يا زينب سهم المثلث بدله تشوفينه، وعبد الله طفل يبدا حرام طوقينه. بعد 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 واذا شفت الشمر يمي ابعد لا تحاجينه.